خواتاتي، مرحبا بكم في قناه عالم محجوبه. اليوم جيت نحضر معكم واحد المسيمنات معمرين تيجيو فنين وما شاء الله غزالين ودغيا تيوجدوا، والمكونات موجودين في اي منزل. هانتوما صاوبوهم وجدوهم لوليداتكم، وجدوهم دابا للفطور. هانتوما تيجيو فنين وغزالين ما شاء الله، والتقرميشه يا سلام. هانتوما محمرين على جوج جهات، تيجيو رائعين. هانتوما ما نطولش عليكم، تابعوا الفيديو حتى النهايه، وما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد باذن الله. ندوزو دابا لطريقه الفلفله الخضراء، الفلفله الحمراء والبصيله. بصله وحده، هنايا عندي 3 ديال الفلفلات حمر، وهنا عندي 3 ديال الفلفلات خضرين، وهنا عندي صدر ديال الدجاجه قطعناه بحال هكذا. انا كان عندي مجمد في الفريكو ودرته في الماء حمام مريم باش دار ليا هاد اللحيمه. هانتوما ولات بيضه بحال اللي تسلقت. هانتوما غادي نخليوهم هنايا يتشحروا، وغادي نضيف عليهم شويه ديال الزيت باش يتشحر لينا هاد الشيء. غادي نضيفوا دابا الزيت غادي نديروا القياس اللي غادي يتشحر لينا هاد البصيله والفلافل مع اللحيمه. نص كاس نضيفوا شويه ديال الملحه اللي تكفينا كاع في هاد الفلافل. هانتوما حنا غادي نخلطوا دابا هاد الفلافل باش كلشي يتشحر لينا هكذا مع هاد اللحيمه. بقاو هكذا مستمرين حتى تحمر لينا هاد الفلافل. من بعد هي تجمرت لينا دابا هاد الفلافل ديالنا. غادي ندوزو دابا باش غادي نديرو العطريه. عندي هنا السكنجبير، الابزار، الخرقوم والتحميره البلديه، وغادي نحطهم هنايا كلهم. عندي هنايا قزبر قطعاه، وهنايا عندي الزيتون، عندي هنايا 3 دراهم الزيتون وطحناه في الهاشوار. واحد المعلقه ديال الهريسه، اللي تيبغي الهريسه يديرها، اللي ما تيبغيش ما يديرهاش. هنايا عندي الزعتر مطحون، انا تيعجبني ندير الزعتر مطحون. وعندي لاصوص الصوجا، غادي ندير واحد شويه. غادي ندير هنايا واحد المعلقه ديال الزعتر، وغادي نلوح هاد القزبر، وغادي نلوح هاد الزيتون، ونخلط كلشي مع هاد القوام اللي كاين. وغادي نضيف هذا لاصوص، واحد 2 معلقات كبار. وغادي نخلطو كلشي مع الملحه. غادي ندوقو الملحه ونشوفوا المذاق ديالها واش مزيانه ولا نزيدو. الا كانت مسوسه نزيدو شويه ديال الملحه. انا درت شويه ديال الملحه في الاول فاش كانت كتقلى البصيله والفلافل. ونخلطوهم هكذا ونخليهم يتشحروا ونحطوهم يبردوا على ما نوجدوا العجينه المسمن ديالنا اللي غادي نعمروا بهاد الحشوه هذه اللذيذه والشهيه. تبارك الله، واحد الريحه غزاله طالعه مع هاد الزعتر مطبوق، تيعطي النسمه مجهده بزاف. هانتوما شوف اللوينات، ها الخضر ها الاحمر ها الاصفر، تبارك الله. شوفوا شهوه منها. دابا غادي ندوزو باش غادي نعجنوا العجينه ديال المسمن. عندي الفرص 2 زلايف كبارين، وعندي فينو زلافه كبيره. غادي نديرو دابا المليحه وواحد خميره ديال الحلوه وملحه. غادي نديرو القياس اللي غادي يكفينا في هاد 2 زليفات اللي عندنا ديال الطحين. وغادي نديرو واحد المعلقه ديال سنيده هكذا، وغادي نعجنو بالماء، لان الماء غير دافي ما بارد ما سخون. نديرو واحد تقريبا واحد 3 ديال المعلقات ديال الزيت باش تجي العجينه ديالنا فتيه وزوينه طريه. نديرو الماء الكافي اللي غادي يتعجن لينا بها هاد العجينه. غنعجنو بيدينا ولا بالعجانه اللي كاين اللي قادر. العجينه ديالنا ها هي وجدات. هانتوما دابا غادي نحيدوها، غادي نديروها في بلاستيكه ونخليوها ترتاح، عاد ندوزو نقسموها وباش غادي نديرو بها المسيمنات.
حنا ضفناها في هاد البلاستيكه، غادي نخليوها ترتاح. العجينه ديالنا دابا ارتاحت، نتوما كيفاش ولات رطبه وزوينه تتساعد في الخدمه. غادي نقطعوا دابا حنا تنقطعوا هكذا شرائح طوالين، من بعد غادي نقطعوهم هكذا كويرات صغارين. غادي نبداو نكوروا بوحده بوحده ونجمعوا العجينه على شكل كويره صغيره حجم مشماشه، ولا نتوما القياس تديروا اللي القياس اللي تعجبكم صغير ولا كبير. من بعد غطيناهم بالميكا، غادي نبقاو نهزو دابا وحيده بوحيده، وغادي نقرصوا مسمنه عاديه حتى تطلق لينا العجينه كامله. بقاو بحال هكذا مستمرين، من بعد ما نقرصوا حتى يبان السطح العمل ديالنا، ونحاولوا ما نقطعوش العجينه باش تجينا مسمنات زوينين. من بعد غادي نرشوا شويه ديال السميده ونعاودوا نرشوا الزيت. انا عندي غير الزيت ما درتش الزبده. غادي نطويو الطي العادي اللي تنطوي به المسمن. جميع الاخوات يطويو هكذا المسمن على 4. انا درتهم هكذا غير صغيورين باش تيجيو مسمنات معمرين، تيجيو هكذاك صغيورين، ما تيجيوش كبارين. هانتوما كيف ما تتشوفوا. غادي نبقاو هكذا مستمرين حتى نكملوا العجينه ديالنا. من بعد داك الحشوه اللي طيبنا، سلقت الشعريه الصينيه ديال الرز وقطعتها بالمقص، خلطتها مع ديك الحشوه. دابا جبت المسمنه الاولى اللي كنت قرصت معاكم، طلقناها شويه، غادي نضيف 1.5 ديال داك الحشوه، ونجمعوا القنيتات ديال المسمنه وحده على وحده بحال هكذا كيف ما تتشاهدوا، وغنضيفوا عليهم زيتونات كاملين، غنضيفوا عليهم زيتونات. من بعد جبنا هنايا البيض عندي، ودرت شويه ديال داك لاصوص سوجه وخلطتهم مزيان. ودابا تندهنوا داك المسمنات ديالنا اللي قرصنا وعمرناهم بداك الحشوه الرائعه ولذيذه تبارك الله. جات غزاله داك الحشوه فنه. غادي نبقاو مستمرين هكذا تندهنوا الواجهه ديال هاد المسمنات هكذا كيف ما تتشوفوا غير بشويه حتى نساليوهم. من بعد غادي نجيبوا البافو. انا عندي البافو دابا هو اللي راني تنرش، واللي ما عندوش يدير جنجلان ولا اي حاجه موجوده عنده في المنزل. غادي نبقاو هكذا مستمرين حتى نسالي هاد المسمنات كاملين. وغادي يكون الفران عندنا شاعل من قبل، يكون سخون، وغادي نديرو الطايه اللاطه ديالنا في الفران من الجهه الفوقانيه، ونطرحوا نقصوا العافيه، ما نديروش العافيه مجهده بزاف، ونخليهم يطيبوا على خاطرهم حتى يتحمروا مزيان. هانتوما كيف ما تتشاهدوا تبارك الله التقرميشه ما نقولكمش، والرويحه اللي طالعه يا سلام، وبالصحه والراحه. وهانتوما الطبق النهائي، ونتلاقاو ان شاء الله في طبق واحد اخر ان شاء الله.